ما كنت أعرف أنه زنديق بعد. فأنا أبوه أنه يصلي بالناس في رمضان، فكان يصلي بهم. بعدين اكتشف أنه كان يصلي بهم عمدا، قبل ما يروح يصلي يذهب إلى المرحاض حتى يذهبوا على النجاسة عمدا. الحماس قد ضر بأصحابه ويؤدي إلى التنفير من الدين، مثل ما ولا عندما قال معاذ ذلك الذي تجوز في صلاته عشان ما يغرق نخله، قال أين فلان؟ قالوا له يعني صلى، خرج من الصلاة وأكمل صلاته، تجوز في الصلاة. قال ليش؟ قال لأنه عنده الماء، يعني أطلق الماء في نخله فخشي على النخل يعني أنه تغرق أو أنها الماء يفيض وكذا. قال ترك الصلاة من أجل نخله إنه منافق. فجاء رجل يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ، غضب ما رأيته غضب مثل غضب ذاك يوم. قال إن منكم منفرون، هلا أنت منفر، أنت منفر، أنت منفر، صلي بناس سبح اسم ربك إلى آخره. فحتى هذا معاذ من علماء الصحابة فعلمه. فما يجوز في هذه الأمور التهاون، لأن هذه الأمور تؤدي إلى التنفير من الدين وصدمة نفسية خطيرة مثل هذا الكشغري وأمثاله. هذا اللي جاءتهم صدمات من هذا النوع. مرة يكون مثلا في إحدى الأسواق فيجي واحد يرفع عليه العصا ويضربه مرته بدعوى إنها ما هي متغطية زين، ويجي على واحد متغطية زين يضربه للمرة ولابسة نقاب وعيونها جميلة. الله يعمي قلبك البعثين، حطه في علبة سردين. مش هذه. فمثل هذا يصير عنده عقدة نفسية وردة فعل. أكثر هذه ردود أفعال ليست أمور عقلانية. ترك الحمل يمكن مفكر وله مبررات من ثقافته وثقافته محدودة، وبعدين لا يستغرب حتى لا يلام هذا أنه عندما يقرأ كتب الرسمية والتي تدرس في المدارس ويجد ما فيها من ركاكة وضحالة أن يقول إذا كان هذا إسلام هذا بعد ما يستاهل أنه يقرأ الصراحة. خصوصا أن علماء الدعوة الوهابية دكتور يعني دائما يعني ينفرون الآخرين دكتور أو يبدعون الآخرين. يبدعون الآخرين وطريقتهم منفرة وليس لديهم حجة جيدة في كثير من الأمور. تناقش مع أحدهم وتقول لهم أن العالم الفلاني، يقول من هو العالم الفلاني؟ من أين هو؟ إذا ذكرت مثلا من مصر أو من الشام وشيء ضحك عليك، قال هذا تسميه عالم. يعني وأذكر من الإعجاب بالنفس والغطرس على الآخرين والتكبر على الآخرين. بعض أقاربنا كانوا دائما يسخرون من الشيخ الطنطاوي الله يرحمه على الطنطاوي، يقول مطوع نساء، مطوع يعني متطوع يعني هذه لهجة النجدة عنه. يعني كانوا كل من يتفرغوا الأمور الدينية والى آخره. والآن أكثر من كان يشتكي إليه النساء من سوء معاملة الرجال ومن طريقة الكنيسة النجدية السقيمة ومشايخها ليست فقط. يعني مثلا ابن حميد اللي هو والد الشيخ صالح إمام الحرم انتقده الألباني وذكر هذه رواية الألباني، هذا أنا ما حضرتها والله. يقول إنه كان دائما يستشهد يقول ما للنساء ولا الخطابة وما فيه ما لهن أن يبتن منا على جنابه. فرد عليه الألباني في كتابه قال كذا الشيخ ابن حميد يقول كذا، يقول هذا تعدي وجور يعني قلة أدب. ما قال قلة أدب لكن هي في الواقع يعني الألباني ما حب يستخدم كلمة، لكن قلة أدب من الشيخ رئيس مجلس القضاء الأعلى ذاك الوقت، هذا قبل الانحلال، يتكلم ما النساء بس يكون يبتن منا على جنابه، هذا كلام استقيم السخيف. فكان الطنطاوي طبعا يدافع عن حقوق المرأة الشرعية والآخره وينصح الأزواج، فسموه مطوع نساء. فلما جاءت حرب الخليج واستدعت الدولة السعودية قوات أجنبية صدم طبعا أهل نجد في هذا الجانب، كانت ما زال عنده حساسية من الولاء والبراء ومشهور عندهم، صدموا صدمة كبرى. فجاءتني فرصة أنا طبعا أسخر منهم، لأن أدور أي فرصة عشان أسخر منهم وأوبخهم على غطرستهم الفارغة. قلت لهم عجيب يا ربع، انتوا كنتوا تقولوا مشايخنا أهل العلم وأهل الفضل، هذا أهل العلم فضل كلهم طأطأوا رؤوسهم ورضوا بالقوات الأجنبية، 600,000 كافر جايين يدمرون بلاد المسلمين واحتلوا. وكثير منهم تحول يقولون هذاك يعني. والطنطاوي لم يصدر منه ولا بيان. هو مرة قال جاوني عشان ياخذوا بيني، قلت أنا ما بدخل في هالأمور، ابعدوا عني، فبعدوا عنه طردهم مثل ما طردت أنا رجاله في مساجد الإيمان. دكتور يعني هم يقولون عنه يعني شيخ نساء أو مفتي نساء، مطوع نساء. هذا طلعوا مطوعين مارين زي دكتور. كثير منهم تحول إلى أسوأ يعني بكثير، لكن هؤلاء قبليين طلعوا فقهاء مارين. هذا ما هم من غلوهم في الدين يجمع بين القبلية وبين العنصرية. يعني ليس حتى في الأمور في التدين الحقيقي ما عندهم يعني غلو فيه إلا في مسألة القبور وفي قليلة، والباقي كله عبارة عن غلو قبلي وغلو عنصري، وليس يعني غلو بني إسرائيل في الدين أكثر غلو في الدين في الحقيقة. أما 400 محرم و300 مباح وكذا. أما علماء الدعوة النجدية ولازم تخرج دخلت من بيتك يوم السبت مد خيط معين حتى يكون ما بينك إلا وبين المعبد، ومن هالكلام المتنطع البارد، الفقه الأعوج البارد، والمرأة الحائض لا تلمس، هذا تنطع في الدين، ما في جانب العنصر بذيك الدرجة. والقسيس الكاهن إذا جاء يعمل أضحية وهو غلط غلطة معينة ولمس شيء معين يجب يروح ويغتسل من جديد ويغير ملابسه والى آخره، هذا كله من الغلو في الدين في ذات الدين، يعني كله أمور تطهرية وتعبدية. لكن الكنيسة النجدية ما عندها إلا مسألة ومسألتين، والباقي
كله غلو في القبلية وفي العنصرية والعنعنة، يعني كلها آتية من هذا المجتمع البيئة القبلية. البيئة ما هو صحيح إنه أكثر غلو في القبلية والعنصرية. فقلت له شوف هذا ما صدر منه ولا شيء مسيء. طلع هذا اللي تسمى مطوع حريم طلع. وأذكر واحد حتى من القريب كان في ذيك الأيام برضو في أشد منهم أكثر ثباتا منهم لما صارت مظاهرات في مصر ضد مجيء القوات وأشياء أخرى من القبيل. قلت وينكم أنتم؟ ما كانت تقول هالمصري أذل ما خلق الله المصري تدعس على ذنوبه ويطأطئ راسه. وينكم أنتم؟ شوف ابن سعود دعس على ذنبكم طأطأت رؤوسكم والمصريين هذول يتظاهرون. فسكت. هذا من أبناء عمومتنا. سكت انخرس. يا جماعة استحوا لو يجيكم اتركوا هذه اللغة القبيحة المتعالية السقيمة العنصرية. هذه متغلغلة عندهم داخلة في دماغهم تمشي منهم ممشى الدم. ما نجحت. كان المفروض من أهم أعمال الدولة الدعوة الوهابية لو كانت الدعوة فعلا صحيحا سلفيا أن تنتزع هذا الفكر القبلي والعنصري السقيم من عقول الناس وقلوبهم. لا بالعكس بعض الناس يعني عندما تهجموا على يعني أو يعني غضبوا من حمزة كاشغري في يعني هذا كاشغري هذا نعم هو طرش البحر. نعم ذهب إلى هذا تصور الدكتور ذهب إلى هذا الجانب يعني وهذا عنصريته الخبيثة. ولا في نجد من الزنادقة كمان هو أشد. نعم يعني تركي الحامل مثلا هو يعني أستاذه يعني. أنا أعرف واحد فلماذا يعني فعجيب يا دكتور أن يتركوا هذا الأمر وذهبوا إلى شيء يعني نتن. لا يعني أسوأ من هذا أحد زنادقة نجد حدثني حمان يعرفه وهو أخوه شقيقه يقول ما كنت أعرف إنه زنديق بعد. فأنا أبوه إنه يصلي بالناس في رمضان فكان يصلي بهم. بعدين اكتشف إنه كان يصلي بهم عمدا قبل ما يروح يصلي يذهب إلى المرحاض حتى يذهبوا على النجاسة عمدا حقدا. طيب يا أخي على الأقل يضحك عليهم يعني يقولوا يصلي هو قاعد ماسك المصحف طبعا في التراويح عند أهل النجد وعند المذهب الحنبلي جواز القراءة من المصحف فيقرأ هو يضحك عليهم. لا تقول ما أقدر أصلي بالناس ترى ما أتحمل مسؤولية الصلاة بالناس. يعني على الأقل خلي عندك آداب الإنسان الراقي. في يعني حق الداخلي دكتور. حق الداخلي هذا لو إنك في غابات أفريقيا غابات أفريقيا يترفع عن هذا الصرف السخيف. يعني ما لي شغل بيك دبر نفسك. أنت يعني عشت مدة طويلة في نجد دكتور وتعرف يعني طبيعة أهل نجد يحبون يعني حتى يعني يقومون بعملية النكت وهذا في الصلاة يا دكتور كثير منهم يعني. للأسف الشديد. نعم يعني لا التعظيم ليس في التعظيم في قلوبهم خاصة الشباب يعني في الشباب. وطبعا إذا جاء شخص متدين يذهب إلى الجهة الأخرى من التطرف والشدة. من أسباب من واحد الأسباب هذه طبعا ليس كل الأسباب لكن من أسباب فيا أقصى اليمين أو أقصى اليسار أن مشيختهم فيها في جوانب من غلو الدين وفي جوانب أخرى من التنطع البارد السقيم الذي لا يقبله أحد في النهاية يؤدي إلى التنفير من الدين. مثل ما ذكرت قصة حكت لي إحدى الفاضلات كانت تطوف فواحدة مصرية طبعا ما يغطون وجوههم الغالبية العظم منهم فيجي هذا اللي يدعي إنه يعني آمن معروف عنه ممكن يقول غط وجهك يا فاجرة يا العاهر. فهذه مصرية ضخمة من القرى جبارة ثارت عليه وضربته وبطحته في الأرض ونزلت في ضرب في المطاف في وسط بيت الله الحرام. صار فضيحة بيت الله الحرام. دافعت عن عرضه يا دكتور. طبعا من حقه تدافع بشك المفروض كذا تقطع رأسه بعد لكن مشكلة في الفضيحة يعني ما تقدر على جنب تقول يا أختي ما يصير غطي وجهك إذا كان ولا بد مقتنع أن هذا من واجبات الدين الكبرى ولا استبعد يكون. وفي مصر من يقول مثل هذا القول وأسوأ منه مثل كلام الحويني عن تغطية الوجه والكلام الفارغ الذي قاله أيضا لكن بطريقة هو حاول يعني يرهب الناس بهذا الكلام دكتور الحويني. لم يكن يعني لا أعتقد أنها كانت يعني من مبدأ فقهي معروف يعني. هو حب أن يعني كما يقول يأخذ الناس بالصيحة بالصيحة والإرهاب الفكري. لم يأتي بالدليل فقال يعني الكلمة هل مصر عندهم وجه المرأة وفرجها سيان في القرن اللي فات قبل مجيء التغريب يعني يوريهم إنه هذا شيء عندنا طبيعي يعني وهذا حتى لم يكن عند أهل مصر ولا أحد في العالم أصلا من قديم الزمان إلى حديثه. هذا الكلام كله غير صحيح لكن جابها بهذه الطريقة ولا حتى عند أهل الجاهلية عندما كانوا يطوفون. لماذا يذهب إلى هذا بدل الاستبدال؟ تلبس رهط أو تطوف في الليل. الرجل يطوف عالي في النهار ما في مشكلة. الرجل عندهم الرجل ما في فرق بين عورته المغلظة وغيرها عند العرب لكن المرأة يختلف حتى عند الجاهلية يعني كلام ما يليق. هذا كله كلام ناشئ من الهوس والوسوسة. هذا كله مرض يجب يترفع عنه الإنسان. هو يعني بدل ما يأتي بأدلة ويقول الدليل الشرعي الفلاني الدليل ما في دليل. ولو في دليل كان جابه كان جاي يركض به ركض يستعليبه ولا عنده ولا شيء فارغ ما عنده ولا دليل غير كلام الفارغ والفتنة وكذا وذوق أهل مصر قبل 50 سنة أو ذوق أهل الصين قبل 200 سنة وذوق أهل الهنود الحمر بعد 500 سنة كله كلام ليس له أي معنى أصلا ولا مغرى أي محصول. ما دخل الذوق بالأحكام الشرعية دكتور؟ ما لا أي دخل أبدا ولا أي قيمة إلا أذواق العرب عندما جاء الإسلام أقر منها ما أقر ثم نسخ منها ما نسخ واكتمل الدين على ذلك.
نعم. لأن العرب أصلا كانوا في الأصل على شريعة إسماعيل وعلى أخلاق وقيم جيدة في الجملة، وفيهم معايب وانحرافات. المعايب والانحرافات قضى عليها. فعندما جاء الإسلام وأقر، يعني الصحابة ما كانوا في مكة مثلا يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أتزوج وكيف أطلق، كانوا ماشيين على عادة العرب. حتى لو جاءت المرأة التي تشتكي إلى الله المجادلة، عادة العرب إذا قال المرأة أنت علي كظهر أمي، معناها حرمت عليه حرمة تأبيد مثل الطلاق المؤبد. وفي نفس الوقت الظهر ما تنفصل عنه، يعني لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، ما أعرف التفاصيل بالضبط، لكن نوع من الطلاق المؤبد كالمعلقة، ولكن على كل طلاق مؤبد. فجاءت تشتكي إليه فقال ما أراك إلا أنك قد طلقت منه، قد بنت منه. هذا بينونة عند العرب اللي إلى الآن ما جانب القرآن شيء، معناه أقره الله كذلك، حتى نزل نسخ هذا والعقوبة عليه والكفارة منه، فنسخه يعني. فهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك خلاص، بعد أن قبض نستطيع أن نجزم بظهر الغيب حتى لو ما نعرف التفاصيل أنه كل ما يحصل من أفعال البشر إلى يوم القيامة إما تكون أفعال معقدة مثل شركة معقدة أو شراء شركة لشركة. لما تيجي تنظر لعقد شراء مثلا شركة لشركة في أمريكا مثل الشركات المساهمة، تفكيكها وغيرها، تجد العقد ضخم يملأ 6 صفحات 6 مجلدات تفاصيل ودقائق. هذه في النهاية تنتهي إلى أعمال معينة جزئية تفكك، وجزئيات قانونية وجزئيات تعاقدية. كل جزئية من تلك الجزئيات نقطع ونجزم بالغيب أنه لم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيها لله حكم، والأصل فيه أنه مباح ما لم يأتي دليل على أنه واجب أو مستحب أو مكروه أو حرام. نقطع ونجزم على الله سبحانه على غيبه، ولا يحتاج أحد يقول أنا أحتاج أقيس ولا أتمقيس، يقول ارمي هذا كله في الزبالة. احنا وصلنا إلى هذا اليقين كما هو في مقدمة كتاب التوحيد، أن الأصل في الأسف في أشياء والأقوال والأفعال الإباحة، وفي العقود والاتفاقيات اتفاق الطرفين. فالعقد يعتبر في أصله مباح، متى اتفقوا أصبح ملزما لهم إلزاما تاما لا مهرب منه، إلا إذا جاء شرع أبطل هذا العقد أو ذلك الشرط.